بقى لما يسالوكي تجاوبي على قد السؤال يا دوب، وانا لو بصيت لك تسكتي خالص. حاضر يا بابا. حضرتك داخل معايا؟ طبعا، ده انت لسه 21 سنه يعني خاصر، لازم عدل عليك يعني. انت زعلان مني يا بابا؟ انا عارف ايه الحكايه، ما اعرف الاول اشوف هزعل ولا هتنيل. والله يا بابا ماليش اي انشطه في الكليه زي ما قلت لك، وحياة ربنا يا بابا. ربنا يستر ان شاء الله. يلا اسبقيني على النور على التليفون. وش الو. ايوه يوسف، انت فين؟ كلنا في السكه، احنا في امن الدوله. لا لا، ما تكلمش حد اما نشوف ايه الحكايه الاول. يلا بس حصلني بسرعه. يلا اتفضلوا هنا. السلام عليكم ورحمه الله. اتفضلوا. ايه العياط ده كله يا انسه سمر؟ هدي نفسك. خير يا فندم؟ امن الدوله؟ امن الدوله هتعوز بنتي في ايه يعني؟ خير يا حاج، هما كام سؤال وتروح على طول. سمر، عجبتك راس شيطان؟ شيطان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه الحكايه يا سعاده الباشا؟ من فضلك يا حاج سيب نسأل سمر واديها فرصة تجاوب. ها يا سمر، عجبتك؟ لا ما عجبتنيش. هو ايه اللي ما عجبتنيش؟ انا عايز افهم يا باشا ايه الحكايه؟ لو استنيت شوية يا حاج هتفهم. ايه بقى اللي ما عجبكيش هناك؟ وانتوا بعتني عشان الموضوع ده؟ بالظبط هو ده. انا هقول لحضرتك، انا اصحابي كانوا بيتحايلوا عليا ان انا اروح هناك. هم راحوا هناك قبل كده وقالوا لي ان المكان حلو جدا وكانوا عايزين اروح، فروحت. الله، هو فين الشيطان ده يا باشا؟ ده مكان بعد شرم الشيخ بشوية كده يا حاج، الشباب بيحبوا يروحوا يعيشوا هناك. الله، يعني انت رحت سينا من ورايا؟ من فضلك يا حاج ما تضطرنيش استأذنك تقعد بره. ايه بقى اللي قالتهولك أولجا الإسرائيلية اللي قابلتيها هناك؟ والله انا ما اتكلمتش معاها اكتر من دقيقه او دقيقتين، وكانت بتتكلم معايا عن المنظمه بتاعتهم. انا ما ارتحتش للكلام ده خالص، فخدت بعضي وجيت على مصر على طول. وفادي صاحبك ما نصحكيش تسمعي أفكارها؟ تحاولي تؤمني بيها كده يعني. فادي صاحبك؟ سبحان الله، ده انا زي ما اكون بعرف بنتي سمر لاول مره في حياتي. يا بابا ده زميلي في الكليه عادي، وبعدين احنا كنا كتير قوي في الرحله، ما كناش لوحدنا، كان معانا هيثم وهايدي واياد وفادي، كنا كلنا يا بابا، يعني زميلي عادي يا بابا. يا سلام، هيثم وهايدي وكل الرجاله دي وزميلك عادي؟ سبحان الله، انا كاني بعرف بنتي لاول مره في حياتي. هنزل سعادتك التليفون بس. ده سعاده الوزير. وزير؟ وزير ايه؟ موافي باشا. يا سعاده الباشا، سلامتك ان شاء الله. لا ده انا في مكتب امن الدوله. لا لا لا، ان شاء الله خير. انا مع سعاده المقدم شريف ابراهيم. سعادتك تكلمه؟ تحت امرك. سعاده الوزير عايزك. مساء الخير يا فندم. لا مجرد كام سؤال روتيني معاليك. اكيد يا فندم، هعمل اللي لازم حالا. مع السلامه معاليك. تقدر تتفضل دلوقتي يا حاج سيد. طيب وسمر بنتي؟ 5 دقايق وهتمشي معايا. اتفضل يا حاج. هيثم وهايدي وكل الرجاله؟ ايه اللي حصل معاكي بالظبط؟ احكي براحتك، اديني خرجتلك باباكي. اتاخرت ليه؟ طمني في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ احنا في كارثه يا يوسف، في كارثه. ايه؟ مالك يا سامر؟ مالك يا سامر؟ فيك ايه؟ بعدين بقول لك بعدين. الله ما تنفعي فيك ايه؟ مالك يا بنت؟ شوف تليفونك ده. الو، ايه يا هاد؟ لا احنا خلاص، احنا جايين، احنا طيب ماشي، خد بس طمنهم كلمتين. يا حيوان، انا واي واحد من صحابي نعرف اجانب كتير، ولما هي قالت لنا انها تفتح فرع للجمعيه بتاعتها هنا في كايرو قلنا لها واي نوت. وقبل الرحله ما كانش ليك اي معرفه بيها؟ ما انا قلت لحضرتك انا اول مره اتكلم معاها واشوفها كانت هناك،
وتقدر حضرتك تجيب لستة مكالماتي من شركة الموبايل وتتأكد بنفسك. بعد إذن حضرتك يا فندم، بيتهيألي ابني جاوب على كل أسئلتكم، ويا ريت لو حضرتك تسمح لنا نمشي دلوقتي. أديك شايف الولد حالته عاملة إزاي. ابنك ما يسافرش، ولو هيخرج بره القاهره تعرفونا. هو ايه اللي بيحصل في البيت ده يا حاج؟ ازاي سمر تسافر سينا كده واحنا ما نعرفش؟ تقدري تقولي لي ازاي؟ اللي حصل بقى. المهم يا ايهاب، انت رحت لها يا ابني؟ انا ما بروحش الاماكن المقرفه دي، يوسف هو اللي راح. انا كلمتهم في التليفون. يا ايهاب، ايه اللي حصل لسمر؟ امن الدوله كانوا عايزينها ليه؟ لا، الحكايه دي الحاج اللي هيقولها لكم بنفسه، هو عاملها لكم مفاجاه. انا ما كنتش مرتاحه للحكايه دي، وانت يا وليه اللي زقتيها على السفريه مش كده؟ والله ابدا، انا رفضت، لكن هي اللي اصرت ان انا. لكن ايه؟ لكن ايه؟ ما انتوا سركم مع بعض ولا هتكدبي؟ استغفر الله العظيم يا رب، انا ما بكدبش وانت عارفه كده كويس. بس اهي بسبست اتزنقت مش كده؟ خلاص بقى، خلصنا بقى. الله، دلوقتي المهم ان احنا نطمن عليها، ارجوك عشان خاطر طمني عليها يا ايهاب. يلا خلاص خلصنا، الحاج زمانه على وصول. نهار اسود، استرها يا رب. انت عايزه تفهميني يا حاجه ان سمر سافرت سينا وانت ما تعرفيش؟ الحمد لله على سلامتك يا سمر. ما عملوا فيكي ايه؟ طب تحبي تسندي عليا؟ تسند ايه؟ غور من وشي. سمر يا حبيبتي، الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا سمر. انا مش عايز اسمع حس في البيت ده. هما ما بيردوش ليه؟ انا طالعه فوق. راح فين؟ راح فين؟ طالعه اشوف ايه اللي بيحصل. لا مالكيش فيه، مالكيش فيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه بصتك دي؟ بصتك دي مش عجباني خالص على فكره. انت لسه شفتي حاجه؟ ايه؟ خفت انا بقى صح؟ انا طالعه اشوف امي. تعالي قلت لك ما تطلعيش انت يا مرات ابويا، ما تطلعيش انت دلوقتي، ما تطلعي. ارتاحي هنا، ارتاحي ارتاحي. يا ترى ايه اللي بيحصل؟ انت يا سمر، انت تخرجي من ورايا وتروحي مع شبان في رحله، وبعدين تروحوا في اماكن مشبوهه. انا اسفه يا بابا، ما تزعلش مني، انا اسفه والله ما هعمل كده تاني يا بابا. طب يا بنتي بالراحه، اذا كان في حاجه حصلت وانت اتكسفتي تقوليها في التحقيق قوليها لي انا ابوكي واعرف احميكي. يا بابا انا كل اللي حصل قلته هناك في التحقيق. احنا وصلنا هناك بعد الظهر، ولما حسيت ان في حاجات غلط بتحصل خدت شنطتي ومشيت بالليل. والله يا بابا حاجات غلط بتحصل؟ حاجات ايه بقى؟ حد مثلا ضايقك؟ لا يا بابا اطمن، انا كويسه والله العظيم كويسه يا بابا. وبعدين يا بنتي ازاي تخرجي تروحي كده في اي مكان؟ ده انت عمرك ما خرجتي من غير اذني. والله يا بابا انا كنت عايزه اقول لحضرتك، قلت لدلال تتوسط لي عند حضرتك وهي قالت لي روحي. دلال؟ يعني دلال قالت لك تروحي من ورايا؟ يا بابا والنبي ما تزعل مني يا بابا، انا اسفه والله العظيم اسفه، ما تزعلش. دلال